الشعريه اللي حمراها عشان الرز. حط كميه الشعريه اللي انت عاوزاها تبع الرز اللي انت هتطبخيه. حطيت الزيت، حطيت الشعريه يتحمر، احط الرز يتقلب معاه تقليبه كده، وبعد كده احط الميه بتاعته والملح. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده كشري مصري. انا سلقت المكرونه الاسباجيتي والمكرونه الصغيره وبسلقهم مع بعض في حله واحده. تغلي الميه، تحط الملح، تحط شويه زيت، وتقومي حاطه المكرونه الصغيره والاسباجيتي على الوش. سلقت وقمت مصفياها كده في المصفى، مسيباها في المصفى اهي. عملت الطماطم، حطيت شويه زيت، فرمت الطماطم وحطيتها لغايه لما اتسبكت. حطيت شويه فلفل اسمر وملح، اتسبكت وقمت حطاها في الدقيق الصاج. البصل، قشرت بصل وغسلته وقطعته وحطيت عليه نشا. على فكره بيخرفش خالص اهو. تحطي على البصل نشا وانت بتحمريه. بعد ما حمرت البصل حمرت عيش، عندي ولادي بيحبوا العيش المتحمر مع الكشري. عملت الرز بشعريه، حطيت زيت، حمرت الشعريه، حطيت الرز، قلبته تقلبتين وقمت حاطه قاعده عليه وشويه ملح نشف، قمت مغطيه عليه. نفلفل خالص اهو. سلقت العدس بجبه، وبعد ما اتسلق قمت شطفاه وقمت حطاه في المصفى. انا كده خلصت. هعمل بقى ايه؟ هغرف على طول. هعمل الدقه اللي هي بالشطه، وهعمل الخل بالليمون، واغرف على طول. انا كده خلصت الكشري. عملت رقة رز تحت وفوقها المكرونة، الرز والمكرونة والعدس والتقلية والبصل، وده العيش اللي اتحمر، وحطيت هريسة الشطة اللي انا عاملاها والدقة اللي بالثوم والخل. يلا يا قلبي عشان ما اطولش عليكي. شوية كشري كده على الماشي. دي الدقة اللي بالصلصة، ودي اللي بالخل والثوم.
يلا يا قلبي، باي.